في هذه النفحات الشبراوية الطاهرة التي سميناها الخط نصرة مصر من خوارج هذا العصر. كان من المفترض أن يكون معنا الآن كتلة من التيار الشعبي والسيد المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، وكان أيضا يكون معنا نخبة كبيرة من أصدقائنا ومحبينا في العمل الديني والسياسي، ولكن هكذا كان المطلوب ونحن ننتظرهم في أي لحظة تكون وندعو لهم بالسلامة في الحل والسحاب. أحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، آن الأوان أن نشعر بالحرية والأمن والأمان بعد أن عشنا عاما كاملا نرى فيه التخلف في كل شيء، حتى تمزقت الأمة وأصبحت في غيبوبة من الآلام تحركت لها الجبال الرواسي. الآن فقط ونحن نحتفل بذكرى مولد والدي وجدي وكذا جدي الأكبر سيدنا عمر بن الخطاب الذي فرق الله به بين الحق والباطل، فلا فرعونية حاكمة الآن ولا قارونية كانثة الآن ولا كهنوتية إخوانية موجهة الآن، ولكن ظهر لكل راغب أو مستغل. اختتم بقوله تعالى وهو يصف سلوك المبعدين: ترى بسم الله الرحمن الرحيم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا بئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم مما اتخذوهم أولياء. صدق الله العظيم. أحباب الطريقة الشبراوية